السلام عليكم ورحمة الله. تعتبر مسألة تغيير التوقيت من القضايا التي تثير الجدل في المغرب كل عام، حيث تعتمد الحكومة التوقيت الصيفي غرينتش زائد واحد، أي ساعة إضافية مع بداية فصل الربيع، قبل أن تعود إلى التوقيت القانوني غرينتش في بعض الفترات، لا سيما خلال شهر رمضان. وتظل هذه العودة إلى التوقيت الأصلي موضع نقاش، سواء من حيث إيجابيتها أو سلبياتها وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة. قبل الخوض في التفاصيل مشاهدينا الكرام، لا تنسون من الاشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد انتهاء شهر رمضان سيعود المغرب إلى الساعة القانونية. سيتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني، وذلك عند الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 6 أبريل 2025. هناك خلفيات عن اعتماد التوقيت الصيفي، حيث بدأ المغرب في اعتماد التوقيت الصيفي منذ سنوات بحجة الاستفادة من ضوء النهار وتوفير الطاقة وتعزيز الارتباط الاقتصادي مع الشركاء الأوروبيين. ورغم هذه المبررات، فإن الأمر لم يكن محل إجماع، حيث يعتبره البعض تدبيرا غير فعال ينعكس سلبا على الإنتاجية والراحة النفسية. ومبررات العودة إلى التوقيت القانوني: تتخذ خطوة العودة إلى الساعة القانونية في المغرب لأسباب متعددة، أبرزها الاعتبارات الدينية والاجتماعية. غالبا ما يعود المغرب إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان تسهيلا لوتيرة الحياة اليومية للمواطنين، إذ يساعد ذلك في التكيف مع أوقات الصلاة والصيام. أما الآثار الصحية، فتشير بعض الدراسات إلى أن التغيرات المتكررة في التوقيت تؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، مما يسبب اضطرابات في النوم والإجهاد. أما الاحتجاجات المجتمعية، فيعبر الكثير من المواطنين، بل أغلبهم، عن رفضهم الدائم للتوقيت الصيفي، مما يدفع الحكومة إلى العودة إلى التوقيت القانوني في بعض الفترات استجابة لضغوط الرأي العام كرمضان مثلا. أما تأثيرها على الأداء المدرسي والمهني، فيعاني الطلاب والموظفون من صعوبات في التأقلم مع تغييرات الساعة، مما يؤثر على تركيزهم وأدائهم العام. أما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، تعد العودة إلى التوقيت القانوني خطوة تريح العديد من المغاربة، لكنها قد تحمل بعض التداعيات الاقتصادية. مثلا قطاع الأعمال والتجارة يؤثر تغيير الساعة على التنسيق بين الشركات المغربية ونظيراتها في أوروبا، ما قد يتسبب في بعض الاضطرابات. أما في توفير الطاقة، بينما تدعي الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء، فإن العودة إلى التوقيت القانوني قد تعكس هذا التأثير، خاصة في فصل الشتاء. أما الراحة الاجتماعية، فيشعر الكثيرون بالارتياح عند العودة إلى التوقيت القانوني، حيث يتماشى أكثر مع إيقاع الحياة الطبيعية. تظل مسألة تغيير التوقيت في المغرب محط جدل بين مؤيد ومعارض، وبينما ترى الحكومة أنه إجراء ضروري لدواعي اقتصادية، يرى المواطنون أن التوقيت القانوني أكثر ملائمة لحياتهم اليومية. ومع استمرار النقاش، يبقى التساؤل مفتوحا حول ما إذا كان المغرب سيعتمد توقيتا موحدا في المستقبل، أم سيظل يتنقل بين النظامين وفق الحاجة والظروف. فكما قلنا سالفا، فالمغرب سيعود يوم الأحد 6 أبريل 2025 إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة. مشاهدينا الكرام، إذا وصلتم إلى هنا، لا تنسونا من الاشتراك وتعليقات حتى نتحفز وننشر لكم الجديد والمزيد بإذن الله. وسلام الله عليكم.